وأما عن اللقاء هذا فيسمى باللقاء التاريخي أن ننال الشرف بالجلسة برفقة العلماء. وأما عن بني عياض فهذا اللقاء يسجل بحروف من ذهب وماء من نور، لأننا حضرنا لنكرم القرآن وأهل القرآن في حضور من علمنا كيف نقرأ القرآن. القائد والمعلم فضيلة الشيخ محمد مهيدي خليفة، وشهرته فضيلة الشيخ محمد المهيدي، مقرئ القرآن الكريم بالقراءات 10 الصغرى والكبرى وال4 الشواذ، والحاصل على أعلى الأسانيد في العالم الإسلامي، وهو من قرية سنتريس مركز أبو كبير محافظة الشرقية بجمهورية مصر العربية. هذا الشيخ الذي تعلم على يد الكبار فأصبح من الكبار، يعتز بصداقته ويؤتمن على كتاب الله في تعليمه، فهو شيخ الشيوخ ومجيز المجيزين والمتربع على عرش القراءة والإقراء في العالم الإسلامي حفظه الله ورعاه. والشيخ له رحلة طويلة في طلب العلم، وقد جمع فيها من شتى علوم الشريعة ما هو في الفقه والتفسير وأصولهما، واللغة العربية والشريعة ومقاصدها، والقواعد الفقهية والسيرة والعقيدة والقراءات وعلومها. فلله دره ما سمع بشيخ متقن إلا ورحل إليه وتتلمذ على يديه بانكسار وتواضع طمعا في طلب العلم، وهذا كان سبب كبير في إتقان الشيخ الشديد والوقوف على المسائل الدقيقة. لذا يتهفت على طلاب القراءات من جميع أنحاء العالم كي ينهلوا من نهله العريق ومن علمه القويم. فحفظ الله فضيلة الشيخ محمد المهيدي الذي شرح لنا هذا العلم، فمدحه العلماء ممن تتلمذ على يديهم، فقد قال في شخصه فضيلة الشيخ عبد الباسط هاشم رحمه الله، وهو معلم جسور في علم القراءات، قال عن الشيخ المهيدي: هو كالغيث أينما وقع نفع. وقال أيضا فيه فضيلة الشيخ الدكتور علي النحاس رحمه الله أن هذا الشيخ المهيدي جاز العلم والإتقان، وأنا أنصح بالإقراء على يديه. وهذا قول أحد علماء الكبار في فضيلة الشيخ، وقال أنه من أفضل الناس في القراءة والإقراء في عصرنا هذا. وقال فيه أيضا فضيلة الشيخ حسنين جبريل رحمه الله: أني رأيته متقنا ويؤتمن على كتاب الله غير كثير من العلماء في هذا العصر. وقد قرأ على فضيلته من علماء القراءات من شتى أنحاء العالم، نذكر البعض منهم. قرأ على يد فضيلة الشيخ محمد المهيدي فضيلة الدكتور عمر خوخة من أبناء دولة الجزائر، إمام وعضو الإقراء بأحد الولايات بهذه الدولة المباركة. وقد قرأ على فضيلته الدكتور محمد معوض علي حجازي، مقرئ القراءات 10 الصغرى والكبرى. وقد قرأ على فضيلته فضيلة الشيخ المقرئ أحمد عبد القادر الشهير بالشيخ أحمد أبو عمار من مركز بلبيس بمحافظة الشرقية. قرأ على فضيلته أيضا الدكتور عبد الجواد السيوطي الحاصل على الماجستير في القراءات في القرآن الكريم وعلومه، ومؤسس قسم القراءات بالجامعة. قرأ على فضيلته أيضا فضيلة الشيخ المقرئ محمد حياة الشاذلي من دولة إندونيسيا، وهو مقرئ للقراءات 10. فضيلة الشيخ المقرئ عبد العزيز السلمي دولة المملكة العربية السعودية،
والحاصل على بكالوريوس القراءات من جامعة أم القرى، وصاحب الجهود العظيمة المبذولة في نشر علم القراءات. أيضا قرأ على فضيلته الشيخ المقرئ الكبير متولي أحمد محمد عبد الرحمن، موجه القرآن الكريم والقراءات وعلومها بالأزهر الشريف، من أبناء محافظة سوهاج. قرأ على فضيلته أيضا الأستاذ الدكتور جعفر أحمد السيد إسماعيل، الحاصل على الدكتوراه في التفسير وعلوم القرآن، وأستاذ القراءات في الأزهر الشريف، وله أيضا مؤلفات كثيرة. قرأ على فضيلته أيضا فضيلة الشيخ أحمد محمد مأمون، تلميذ العلامة فضيلة الشيخ محمد عبد الحميد السكندري، صاحب أعلى إسناد في القراءات العشر الكبرى على مستوى العالم في عصره. قرأ على فضيلته أيضا فضيلة الشيخ عمرو عطية شطى، تلميذ العلامة الشيخ أحمد عبد العزيز الزيات، صاحب أعلى سند في القراءات العشر الكبرى على مستوى العالم في عصره. قرأ على فضيلته أيضا فضيلة الشيخ المقرئ محمود عباس، صاحب المنظومات الرائعة والشروحات في علم القراءات. المقرئ أيضا ممدوح أحمد عبد الله قبيصي، مدرس القراءات والقرآن الكريم بالأزهر الشريف، وأجيز على يديه الكثير من طلاب العلم، وهو من أبناء محافظة سوهاج. قرأ على فضيلته أيضا فضيلة الشيخ عوض محمد إسماعيل، مقرئ القراءات العشر الصغرى والكبرى، وصاحب أكاديمية الذكر الحكيم بالمملكة العربية السعودية. قرأ على فضيلته أيضا فضيلة الشيخ محمد الحسيني، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، ومقرئ القرآن الكريم بالقراءات العشرة الصغرى والكبرى بمحافظة القاهرة. قرأ على فضيلته أيضا فضيلة الدكتور بكر سليمان الزملي، المقيم في إندونيسيا، والحاصل على الدكتوراه في الحديث وعلومه، وصاحب الجهود العظيمة المبذولة في نشر علم الحديث. قرأ على فضيلته أيضا الدكتور فهد أحمد علي البحري من دولة اليمن، وهو الحاصل على الماجستير في الفقه وأصوله. قرأ على فضيلته أيضا الشيخ المقرئ محمد حمدي بيومي، مقرئ القراءات العشر، وأجيز على يديه الكثير من طلاب العلم. قرأ على فضيلته أيضا الدكتور أبو عاصم رافل بن كامل القبيسي، دولة العراق، وهو الحاصل على الماجستير في علم الفقه المقارن. قرأ على فضيلته أيضا الشيخ محمد عبد الله إسماعيل، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، ومقرئ بالقراءات العشر. قرأ على فضيلته أيضا الدكتور حمزة رشيد رحالي، دولة الجزائر، والحاصل على الدكتوراه في الفقه المقارن. قرأ على فضيلته أيضا الدكتور طه محمد إبراهيم السعدني، أستاذ علم القراءات، من أبناء المحلة الكبرى بمحافظة الغربية. الدكتور محمود عوض، الدكتوراه في اللغة العربية، ومقرئ القرآن الكريم بالقراءات العشرة الصغرى والكبرى. الدكتور أحمد علي عبد العليم، الأستاذ بجامعة الأزهر قسم التفسير وأصوله، وهو من أبناء محافظة المنيا. الدكتور بلال المبركي، دولة الجزائر، أستاذ اللغة العربية والشريعة. دكتور أحمد حسين، دكتور اللغة العربية بجامعة الأزهر بالديدمون. الأستاذ الشيخ أسامة عوض عبد الغفار، مقرئ القراءات العشر الصغرى والكبرى والشواذ، وإمام وخطيب بالديار المصرية، وصاحب أكاديمية الكوثر بمحافظة الإسماعيلية. قرأ على فضيلته أيضا القارئ تامر إسماعيل عبد، إمام مسجد الرجحي بالمملكة العربية السعودية، والقارئ بقناة المجد الفضائية. قرأ على فضيلته أيضا القارئ عبد الله بن عامر زواوي بدولة الجزائر، والقارئ بالقنوات الفضائية وقناة القرآن الكريم بالجزائر. القارئ شمال الكردي، دولة العراق، القارئ بالقنوات الفضائية. القارئ عبد الحكيم العوسجي، دولة اليمن، الحاصل على المركز الأول على جائزة موسكو على مستوى العالم الإسلامي. قرأ على فضيلته الشيخ محمد رجب عبد الباقي، القارئ بجمهورية مصر العربية.
قرأ على فضيلته أيضا القارئ عبد المجيد السماوي دولة اليمن، الحاصل على المركز الأول في جائزة تنزانيا على مستوى العالم. قرأ على فضيلته أيضا فضيلة الشيخ المقرئ محمد زهرة دولة تونس صاحب التلاوات المميزة. القارئ محمد سراج الدين من دولة أفغانستان. القارئ حسن خليفة بدولة بريطانيا. القارئ أحمد رزق صاحب التلاوات العطرة بالقراءات العشر. القارئ محمد مختار عبد العزيز القارئ أيضا بمصر والعالم الإسلامي. القارئ الشيخ لطفي علي الشناوي بجمهورية مصر العربية. القارئ الشيخ الصاوي محمد الصاوي بجمهورية مصر العربية. القارئ محمد إبراهيم السواح بجمهورية مصر العربية. القارئ محمد عبد الرحمن خضر بجمهورية مصر العربية. القارئ فتحي عادل عبد الرحمن إمام وخطيب مسجد الشافعي بالزقازيق. الشيخ زماني إبراهيم دولة ماليزيا. الشيخ رضا العرابي القارئ بالقراءات العشر. الشيخ محمد عادل الهندي بالقاهرة. الشيخ ياسر المهيدي الحاصل على عالية القراءات بالأزهر الشريف ثم التخصص. الشيخ أحمد عطية الشحات بالمملكة العربية السعودية. الشيخ المقرئ أحمد نشوان دسوق محافظة كفر الشيخ المقرئ بالقراءات العشر والكبرى والشواذ. القارئ الشيخ عبد الحميد الغفار العطار بني صريد مركز فاكوس. الشيخ عاطف سلمان محمد من دولة الأردن. الشيخ المقرئ شعبان فايز من محافظة الأسكندرية. الشيخ المقرئ أحمد شريف خميس من محافظة البحيرة. الشيخ محمد خضري السيد خضري وغيرهم من العمالقة الكبار. طبعا احنا دي حاجة بسيطة كده من نبذة عن فضيلة الشيخ محمد المهيدي. رأينا منهم أعضاء هيئة التدريس ومنهم من هو معلم ومنهم من هو خطيب. إذا لا أحد كبير على العلم مهما كان السن أو المرتبة أو القيمة والقامة. فإحنا بنحمد ربنا إن من أبناء مركز أبو كبير أو من محافظة الشرقية أو من جمهورية مصر العربية شخصية كشخص فضيلة الشيخ محمد المهيدي حفظه الله ورعاه. أنت عارف يعني إيه الشيخ محمد المهيدي يحضر في بني عياض النهاردة؟ أنا شخصيا بعدها صفحة من نور في سجل حياتي إن أنا أقعد برفقة سيدنا الشيخ محمد المهيدي وينزل بني عياض عشان يكرم الشيخ محمد عبد الجليل في حفظ القرآن الكريم. هذه اللحظة تسوى في نظري الدنيا والآخرة.